البداية كده عايز أسألك كذا سؤال. شفت فيلم الجريمة بتاع أحمد عز وماجد الكدواني ومنة شلبي؟ طيب لو شفت الفيلم تصنيفك ليه هيكون إيه؟ يعني رعب، غموض، إثارة، دراما؟ طيب شايف الفيلم مجرد فيلم عادي ولا في حاجات مش مفهومة؟ تعالى بقى أغيرلك وجهة نظرك كلها عن الفيلم بحاجات أنت مخدتش بالك منها برغم إنها أساسيات الفيلم، واللي هتخليك تشوف الفيلم ده تحفة فنية إخراجية. في البداية كده أنت لو اتفرجت على الفيلم هتلاحظ إن عادل اللي هو أحمد عز مريض نفسي وبيتعالج من وسواس وتهيؤات بيشوفها، وده مرض نفسي اسمه الهلوسة. ودي من النقطة اللي لعب عليها المؤلف شريف عرفة علشان يخليك تتعاطف مع عادل طول الفيلم، مع إنه شخص مؤذي ومش كويس وبيتاجر في المخدرات وشغله كله شمال وبيقتل. بس ده كان ذكاء من المخرج علشان يوصل لك الدراما اللي في الفيلم. تاني حاجة، لما كان عادل بيتخيل ابنه وهو في المستشفى في مشهد البداية كانت الأجواء رعد وبرق ومطر زي الأجواء اللي كانت في ماضي عادل اللي كان بيحكيها لابنه، علشان المخرج يبين لك إن الأجواء واحدة وإن كل ده في دماغ عادل، الماضي اللي بيفتكره والخيال اللي هو بيتخيله دلوقتي. ومن الحاجات اللي لفتت انتباهي في الفيلم هي جملة عادل وهو في المستشفى إنه زي البطل في المسرحيات اليونانية القديمة. زي البطل في المسرحيات اليونانية القديمة. والمؤلف ربط لك حالة المسرحيات اليونانية بعادل لأن المسرحيات دي كانت معظمها بتتكلم عن الحزن والموت والمأساة، فده من وسط الرمزيات اللي شريف عرفة استخدمها وحب يلفت نظر المتفرج ليها. نيجي بقى لمشهد عادل وهو بيدخل على نادية واللي نكتشف ساعتها إنه ما قتلهاش وإنه كان حابسها. المخرج شريف عرفة خلاك مصدق إن هو اللي قتلها من مشهد البحر اللي كان في البداية ومن مشاهد عفريت نادية اللي كان بيظهر لعادل، ودي كانت لقطة ذكاء من المخرج اللي خلاك كمتفرج ما بقتش متوقع أي حاجة ممكن تحصل في الفيلم بعد كده. وده اللي بيميز شريف عرفة في معظم أفلامه، إنك ما تعرفش توقع الأحداث الجارية في الفيلم. ولو ركزت شوية هتلاقي إن في مشهد الضابط أمجد لما زار عادل في بيته وسأله عن العربية وقال له إن إزاي العربية موجودة ونادية مش موجودة، هتلاقي إن عادل لغوش على الكلام وقال له إن عندها عربيات غيرها، وكل ده قبل المتفرج ما يعرف إن عادل حابس نادية وما قتلهاش. لطيفة قوي العربية دي. عربية مين دي؟ دي عربية نادية. طب وازاي خرجت من غيرها؟ ولا حد عدى عليها؟ عندها عربيات غيرها. وظهر ذكاء المخرج هنا في استخدام وجود العربية كرمز ان نادية موجودة لسه عايشة وماتتش، وده اللي عرفناه بعد ما شفنا مشهد عادل وهو بينزل لنادية البدروم. كل الحاجات دي ممكن تكون مخدتش بالك منها في الفيلم، بس كل اللي قلتهولك ده ما يجيش حاجة جنب الحاجات اللي لسه هقولها لك. فتعالى بقى اقولك تفاصيل التفاصيل. لما الغفير قال لعادل ينضف له الشاليه، عادل وافق واداله المفتاح وقال له جملة انت ممكن تكون شايفها عادية بس هي مش عادية، قال له اوعى تطلع فوق، تنضف تحت بس، الدور اللي فوق محدش بيطلعه غيري. بس في الحقيقة هو كان عايزه يطلع فوق عشان يتوه عن المكان الحقيقي اللي مش عايزه يشوفه، وهو البدروم اللي كان مكانه تحت واللي كان حابس فيه نادية. ودي برضو من وسط الألعاب اللفظية والنفسية اللي عبقري شريف عرفة أبدع فيها. لو أخدت بالك من عادل إن كل مرة بيتحط فيها في موقف ضعف كان بيقلع النضارة ويمسحها، ده ما لفتش نظرك لحاجة؟ الحركة دي مش مجرد حركة عادية ولا مجرد مشهد في الفيلم، لا، المخرج كان مهتم قوي بالتفصيلة دي لأنه كررها كذا مرة. فتعالى أوضحها لك. الحركة دي في علم الجسد معناها إن الشخص اللي بيعملها كمحاولة لاستعادة الثقة وإنه يهرب من مواجهة شيء أو نظرات حد، وده اللي كان واضح كويس قوي في المشهد اللي كان عادل بيتكلم فيه نادية من الميكروفون وهو حابسها، لما قالت له إنها ما حبتوش وإنها قربت منه علشان تغيظ واحد كانت عارفاه واللي هو رامز اللي عادل شافهم مع بعض في عيد ميلاد ابنه. أنا عمري ما حبيتك وقربت لك عشان غيظ واحد كنت بحبه زمان. وكون ان المخرج يركز على التفاصيل دي واداء احمد عز فدي حاجه ابهرتني وتخلي المتفرج ينبهر لو اخد باله منها. نيجي بقى الحاجه التانية وهي المشهد اللي اتكلم فيه الغفير الضابط امجد وقال له ان عنده معلومات عن عادل عايز يقولها له. في المشهد ده عادل قتل الغفير علشان كذب عليه. هتقولي طب ما احنا عارفين ايه الجديد؟ اقول لك ركزت على عادل وهو بيقتله، عادل ما قتلهوش بايده اليمين، قتله بايده الشمال مع انه ايمن عادي مش ايسر. هقول لك دي معناها ايه في علم الجسد برضه. الايد الشمال بترمز للاشياء اللي بتعملها وبتكون مكروهه، حاجه مش محببه يعني. هتقولي طبيعي، اقول لك استنى، الايد الشمال برضو بترمز انك بتعمل حاجه انت مش عايزها. هتقولي يعني عادل كانش عايز يقتله؟ هقول لك لا، لانه سمع كلامه وما قالش حاجه للظابط، بس عادل قتله بعد ما ساله كذا مره وكذب عليه علشان كده استخدم ايده الشمال، مع انه لما كان بيجي يضرب حد بالمسدس كان بيستخدم ايده اليمين عادي لانه كان عايز كده او متقبل كده. وحقيقي كميه التفاصيل اللي استخدمها المخرج في علم الجسد هي تفاصيل فوق الخيال. وبرغم ان شخصيه عادل شخصيه مؤذيه وشخصيه سيكوباتيه، الا وان المخرج خلاك متعاطف معاه من شويه مشاهد مؤثرة زي مشهد قتل ابنه حسين والضابط أمجد داخل عليهم وانت شايف الحزن اللي في عينه وعدم تقبله للموضوع، وزي المشاهد اللي بيتخيل فيها ابنه في المستشفى وبيتخيل انه لسه عايش خلاك متعاطف معاه، يعني ان بعد كل الزمن ده ولسه مش عارف ينساه ولا عارف يتأقلم من غيره.
بعد كل اللي حكيتهولك ده، هل غيرت وجهة نظرك للفيلم وعرفت إجابة السؤال اللي سألتهولك في الأول؟ وكمان في ناس لسه شايفة إن الفيلم مفيهوش إبداع ومفيهوش فكرة، مع إن على العكس الفيلم مليان إبداع وأفكار، وكان من ضمنها الحاجات اللي وضحتها لك. على العموم مستنيين رأيكم في الكومنتات وإجابة سؤال الحلقة، وما تنسوش تقولوا عايزين تحليل لفيلم إيه المرة الجاية.